تعالى اتكلم معاكم بما ان الطريق طويل شوية عن نهاية العلاقات والأسئلة اللي دايما بتيجي في دماغنا، ونبدأ نقول ونتكلم فيها. لما العلاقة بتخلص أنا دايما بسأل نفسي، هو أنا كان المفروض أعمل إيه وما عملتوش؟ إيه المفروض اللي كنت أقدمه وما قدمتوش؟ ده بعضمة لسانه أو بعضمة لسانها قايليني إن أنت أحلى حاجة حصلت في حياتي، واللي أنت عملته عشاني محدش عمله قبل كده عشاني. طب أنا ليه اتسبت أو النهاية بقت بالمنظر ده؟ دايما السؤال ده بيفضل موجود عشان احنا بيبقى عندنا انكار للواقع، وبنبقى شايفين انه اكيد في حاجة غلط بتحصل، وانه اكيد احنا مش دي النهاية. بس بعد ما بنفوق وبعد ما بنلاقيش منه مكالمات او حاجة او محاولش مرة تانية، بتأكد ان العلاقة كده خلصت، وببدأ اخش في صدمة نفسية. ويكاد يكون انه معظم الناس او كل الناس تقريبا بتحس بأوجاع في جسمها بعد ما العلاقة بتخلص، وببقى مش عارف الوجع اللي في جسمي ده منين او سببه ايه، بس انا موجوع ومتألم جدا واكن قلبي بيتقطع 100 حتة. طب المفروض ان انا اعمل ايه في التروما او الصدمة اللي حصلت معايا دي بعد ما انزل لأرض الواقع واعدي اللي انا فيه؟ انت محتاج انك ترجع، دي اول حاجة. انت متفيروس وتعبان جدا ومحتاج انك تتكلم مع شخص انت بتثق فيه، وشخص ممكن تحكي تفاصيل كل اللي انت عايز تقولها، وهو ما يحكمش عليك ولا ينتقدك. هو بس وظيفته ان هو بيسمعك وهو كله اذان صاغية ليك، بيسمعك وانت بتحكي تفاصيل اللي انت عايز تقولها وبراحتك خالص. الحاجة التانية انك لازم تتقبل وجعك، لازم تتقبل انك حزين. بندي للحزن وقته، لانه انا من حقي ان انا احزن. انا كنت في علاقة ما كنتش رايح اركب خيل، ولا كنت مثلا مسافرة سفرية واتلغت. يعني انا كنت في علاقة في عيش وملح، في كلام ما بينا، في ذكريات، في روايح. فمن حقي ان انا ادي للزعل حقه، ومش ان انا امتى بقى هبقى كويسة او انا بحاول انسى، لا خالص. النقطة اللي بعد كده انك تحاول تطلع بره نفسك، اكنك طلعت البلكونة وانت والانسان اللي كان معاك في العلاقة تحت في الشارع، تكتب كل حاجة انت كنت بتعديها، كل حاجة كانت بتجيلك زي رسالة كده وانت كنت بتتغاضى عنها وبتنيمها. بتكتب كل حاجة كانت سلبية وانت كنت مش شايفها، لان الوعي بعد ما العلاقة بتخلص بيكون موجود، وبنبدأ نشوف الموضوع بشكل مختلف تماما. فحاول انك تعمل كده، لانه يوم لما هيرجع، لانه بيرجع ومفيش حد ما بيرجعش، تحديدا لو انا فعلا كنت كويسة جدا مع الشخص ده في العلاقة واديته بكل طاقتي وكل حبي واحترامي ليه، وسابني فعلا من غير سبب واضح وصريح، فهم بيرجعوا. فيوم لما يرجع انت بتبقى عندك الكلام ده قدام عينيك فبتشوفه، فما بتقدرش ان انت ترجع لانك اتأذيت، اخدت فترة في الأذية، وهو الفترة دي ما كانش حاسس بيك او ما كانش عارف اي حاجة عنك. فانت مش بترجع لي وقت لما تشوفني مثلا حلويت، جالي شغل، جبت عربية، حصل حاجة كده في حياتي وانت لقطتها، رحت راجع او انتي رحتي راجعة مثلا. لما بنكتب وبنشوف ده ما بنسمحش لنفسنا ان احنا نتأذي تاني. الوجع بياخد حق، وكده كده احنا بنشفي نفسنا بنفسنا، لان مفيش حد بيموت من قلة الحب. احنا بنزعل وبنتوجع قوي لما بنتساب بشكل مش كويس، بنتساب بشكل مهين، بس يوم من الايام انا بكتشف الشخص ده دخل حياتي ليه، او وجوده كان في حياتي الفترة دي ليه، وبحمد ربنا ألف حمد وألف شكر على دخوله والدرس اللي أنا اتعلمته، وبعد كده بقول الحمد لله. آخر نقطة بقى، إنك بعد ما هتعدي بالنقط دي كلها حاول إنك تسامح، علشان التعافي في المسامحة. أنا بسامح عشان خاطر نفسي، مش بسامح عشان خاطر الشخص، عشان خاطر سلامي النفسي. مش معقولة مش هعرف أسامح شخص وعدني بحاجات كتيرة جدا وطلع كذاب، فهو إنسان أصلا يتشفق عليه مش يتزعل منه، ده يتزعل عليه. إن هو يا ترى ممكن يكمل في علاقة أصلا بعد كده؟ هل يا ترى ممكن يعرف يدي مشاعر بجد؟ هل يا ترى بيقول نفس الكلام لكل الناس؟ فده ما يتزعلش منه، وده ما ياخدش من سلامي النفسي، ولا ياخد من استحقاقي إن أنا فعلا أستحق، وإن أنا هلاقي الإنسان فعلا اللي يستاهل قلبي، وإن دخوله في حياتي كانت مجرد رسالة. لما بتعافى مش ببقى عايزة أصلح حاجة، ولما بتعافى أنا محبتي بتكبر، وتعاطفي معاك يوم من الأيام لو رجعت بتقل كتير قوي، لأني بشوفك بوعي الصح، مش بشوفك وأنا حطلك
مراية الحب العمياء، مش مستنياك علشان تثبت لي حاجة ولا مستنياك علشان تقولي ان انا وحشتك. احنا يوم لما بنتعافى بجد ممكن الشخص يجي في بالنا ونقول يا ذكريات حلوة قوي، بس مش بيوحشنا الشخص لان احنا تأذينا منه. احنا اللي بيوحشنا المشاعر، الخروج والفسح والروايح والذكريات الجميلة اللي كانت ما بيننا، بس مش بيوحشنا الشخص خالص. فلازم نكون واعيين ان احنا ما بنبقاش مستنيين حد يرجع علشان نعرفه ان انت من غيري كنت مش قادر تعيش. هو لو فعلا كان من غيرك مش قادر يعيش ما كانش هيسيبك. كان ممكن تتخانقوا كتير، ممكن تزعلوا من بعض كتير، ممكن تاخدوا جنب من بعض، بس مش هتسيبوا بعض. فاللي بيحب بجد ما بيقدرش يبعد، واللي بيحب بجد او انت لو حبيت فعلا بجد فانت لازم تسامح. اللي بيحب بجد بيسامح، بس اللي ما بيحبش ما بيعرفش يسامح. لانه انا مش هسمح لك ولا هسمح لاي حد ان هو ياخد من سلامي الداخلي، ولا اني اتعافى بشكل كويس، ولا اني ارجع اعيش حياتي بشكل كويس. غلطت وتعلمت وعرفت الرسالة اللي جات لي، وشكرا انك دخلت في حياتي في التوقيت ده عشان تعلمني.